فضلت تزود لحد 182 كمان. فكده او كده الرحلة يعني ب200 جنيه، سعرها كويس جدا يعني. رحلة 5 كيلو في ربع ساعة، صافي لك كام؟ 100 جنيه. لا والمفاجأة بقى كام؟ المفاجأة الكبيرة بقى، العميل دافع كام؟ 167 جنيه العميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ حلقة جديدة، والنهاردة ان شاء الله جايين نعمل تجربة ان احنا نشتغل على الرحلات الطويلة بس. يعني هنفتح كل برامج النقل الذكي ونشوف اي رحلة تودينا الشلاحات. لان في ناس كتير قوي اختلفت في الموضوع ده، ناس بتقول لك انا ما ادورش عربيتي على رحلة اقل من 100 جنيه، وناس تانية قالت لك لا، ده انا اشتغل على الرحلات الصغيرة وبعمل منها فلوس وبمشي مسافة اقل من الرحلات الطويلة. فاحنا هنعمل تجربة النهاردة على الرحلات الطويلة، والفيديو اللي جاي هنعمل تجربة برضو على الرحلات الصغيرة. فطبعا بالله عليك انا مش محتاج اقول لك ان انت لازم تدعمني على الفيديو دوت وتعمل لايك وتصلي على النبي في كومنت، لان انا بتعب جدا في الفيديوهات ديت وبحاول ان انا اقدم لك محتوى مفيد وفي نفس الوقت يكون حصري وبطريقة عملية، ان انا بكون شغال بوريك التجربه انت بتشوفها كامله، مش طالع اقول لك اي كلام وخلاص. فزي ما انا بتعب علشانك، انت برضو لازم تيجي على نفسك شويه علشاني. او الموضوع بسيط يعني، انت تدوس لايك، تصلي على النبي في كومنت، تقول رايك في كومنت، تشير الفيديو على اي منصه بتتكلم على مجال النقل الذكي. ويلا بينا نبدا الفيديو. يلا كده نسمي الله ونبدا فيديو النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. مهم جدا بقى النهارده ايه؟ ان احنا نصفر العداد بتاعنا، لان احنا طبعا ايه، هنمشي رحلات طويله. فطبعا نمشي رحلات طويلة، فلازم نشوف احنا يعني مشينا كام كيلو بالظبط، ولازم يكون معانا كل البرامج شغالة. عليا مديونية في برنامج هدفعها، برنامج ان درايفر مش مشحونة شحن ولسه شحنه دلوقتي، لسه مديهم 100 جنيه خسارة فيهم. برنامج دي معانا كريم برضو لو احتاجناه. فاحنا نفتح كل البرامج كده. مشكلة بقى ان افتح كل البرامج في الزن اللي بيحصل، يعني الزن ده ما بحبوش بصراحة. بص يعني في حاجه ناس كتير قوي ما بتاخدش بالها منها، ان هي تكون عامله واجهه على اندرايفر وعلى بتاع ده، على ديدي وناسيا، فيفتح البرنامج ما يجيلوش رحلات، يقول لك ايه ده ما يجيليش رحلات ليه؟ ده عامل واجهه من امبارح وناسيها. ما هي الواجهه في ديدي مش زي البرامج التانية. الواجهه في ديدي بتلزق، ما بتتشالش غير لما انت تشيلها يا اما توصل من المكان بتاعها. كده معانا. بص بقى اندرايفر انا بحب اخد منه رحلات وانا اوف لاين. اهو الدفع اهوت -21، المفروض البتاع يشتغل. بيقول لي يرجى التحقق من صورة سيارتك. كده لازم اصور له العربية. استنى بقى اصور له العربية. اصور. وادي اول رحلة طويلة جات لنا على اوبر. توجه إلى نقطة الالتقاء في ده على الطريق الاستراد. الدائري. ناخد اول رحلة طويلة، ربنا يكرمنا. لسه بتحرك للعميل لقيته كنسل، فخلاص دي كده ما ظبطتش معانا، فهنشوف بقى غيرها. بص دي يا عم اسكت بقى. يعني اوسخ حاجة يا جماعة بتكرهني في البرامج ديت اللي بيحصل ده. ان انا اكون مثلا عايز اخد رحلة لاند درايفر والاقي برنامج كده نط في وشي، يعني حاجه مستفزه قوي. بص دي شيخ زايد 33 كيلو. يا عم امشي بقى. 150 جنيه. يلا يا حسين، يلا يا حسين. مش هتلاقي حد يوديك النهارده الجمعه. مفيش. بص يا جماعه هنا مفيش عربيات كتير. بص خطيفه ظهر اهم. دول ايه ظهروا متاخر، فكده معنى كده ان هم بعيد عنه. بس نقول ايه بقى يعني، ناس برضو يا جدعان ظروفها صعبه. اوعى يا عم. شوف دي رايحه فين. السلام. لا ناس ظروفها صعبه، فالناس بتحسبها بالجنيه دلوقتي. بس برضو يعني 33 كيلو. احنا برضو النهارده عشان نشتغل على رحلات طويله لازم هنتهاون شويه في التسعيره. بص على اوبر نفس الرحله ب 122. حلوه دي، بس هو بعيد قوي، 12 دقيقه بعيد. ده ميزته ان هو قريب مني. ده عند المتحف ده عند المتحف. تم بالفعل اخذ الركوبه. يعني انا نفسي يعني
حاجه الغي بيها، يعني مش لازم ينطوا قدامي، يعني خلوه مثلا في اوردر على جنب، لما احب اشوف الحاجات اللي على الرادار ادخل انا عليها، ما تظهرلوش كده قدام. والله بيخلوا الواحد يعني يكره ان هو يفتح البرامج بتاعتهم يعني بالحركه دي. لا حول ولا قوه الا بالله. مش عارف الناس بعيده عني ليه كده بمسافات يعني. الموضوع ده من امبارح، كنت مصور انا فيديو امبارح شغل يوم الخميس على برنامج اوبر، كان من يعني الدنيا كانت مريحه، من اسوأ الايام الخميس اللي اشتغلتها بصراحه. فزي ما قلت لك يعني الموضوع ده رزق بتاع ربنا يعني، ما مش مقياس خالص ان انت نزل تشتغل يوم خميس او ان انت تشتغل على برنامج معين انت تعمل فلوس معينه، لا عادي. عشان الناس اللي بتقعد تسأل هو انا لو اشتغلت مثلا 8 ساعات هعمل كام، ما لهاش حسبه. عين شمس استحاله. مش معنى ان انا شغال رحلات طويله ان انا ممكن اخد رحله زي دي، انسى، اوعى. رحلات طويله يعني رحلات هتنقلني في اماكن برضو فيها شغل، انما انت اخد رحله زي ام 534 دي، ده فين دي؟ طاقه مركز ايه؟ ما اوعى تقبل الرحلات زي كده، عليك بخساره. تمشي 300 كيلو، ال 500 كيلو 300 كيلو. بص منصوره تمشي 300 كيلو يا معلم، لان انت هترجع فاضي وهتاخد من وقتك 3 4 ساعات، وتحط في الفلوس بنزين. يعني 300 كيلو دول بص هتحط ب 300 جنيه بنزين، وانت يعني تاخد 200 جنيه. 200 جنيه طبعا وانت ماشي 300 كيلو، زيتك ومصاريفك وحاجتك. لا الرحلات اللي زي كده ما تجازيش معاك خالص. الرحلات زي كده يا باشا تاخدها بالاتفاق مع حد تكون عارفه تسافر بيه، غير كده بلاش. بص انا برضو فاتح معاه ابرايد وحطه في الخلفية، بحيث برضو لو جت عليه رحلة طويلة ناخدها يعني. ايه ده؟ براء؟ لا مش عاجباني دي. فاحنا نشتغل على اي حاجة هتدينا الرحلة الطويلة وتحقق لنا المعادلة بتاعتنا. اوبر بقى مزعج قوي وجايب لي ناس على بعد مسافات يعني. خدت كده رحلة على ديدي لابن بيتك، الرحلة ب190 صفت لي 157، كان تقريبا 33 كيلو. ايه المرجحة اللي احنا فيها دي؟ فانا دلوقتي في ابن بيتك زي ما انت شايف كده في الشلاحات، جالي مشوار على اوبر رايح فيصل. زي ما قلت لك النهارده احنا شغالين على برنامج. احنا شغالين على الرحلات الطويله بس، على اي برنامج بقى. بص هو النهارده الجمعه وانا مختار اليوم ده بالذات علشان اشتغل فيه على الرحلات الطويله، لان البلد بتبقى فاضيه وسهل جدا ان انا اعمل فيه التجربه دي. ولكن ان انا اشتغل على الرحلات الطويله في الايام العاديه وفي الزحمه الحركه هتكون صعبه، فمش هنعرف ان احنا نعمل الفيديو بتاعنا براحتنا. جات لي رحله على اوبر، لقيت العميل بعد ما رحت له يقول لي انا عارف ان هم بياخدوا منك نسبه عاليه، فايه رايك نكنسل الرحله وزي ما طلع لي اوديك. طبعا هو كان رايح هنا التجمع مشوار سالك، وهو شكله يعني حد محترم. ف وافقت على الموضوع ده بصراحه. هو الرحله كانت المفروض جالي 165، هو بيقول لي عندي ب200، كانت جالي ب200. معرفش بقى هو معاه خصم او ايه. فقلت مش مهم، انا اولى بال35 جنيه دول، ووديته وخدتهم. فدول برضو رحلة في الاعتبار. رحلة تقريبا كانت عاملة حوالي 35 كيلو 38 كيلو حاجة زي كده. فدلوقتي عملت رحلة على اوبر، رحلة على ديدي، لا رحلة على اوبر ورحلة على ديدي، ورحلة تاني برا البرنامج من اوبر. يعني حوالي ال3 رحلات تقريبا داخلين في 500 جنيه. ومشينا لحد دلوقتي، تعالى كده نشوف مشينا لحد ايه. مشينا 109 كيلو اعتقد. هي الرحلة دي اعتقد يعني المبلغ اللي انا حصلته في المسافة ديت كويس، مش وحش يعني، زي الفل. رحلات طويلة ما كانت كويسة يعني. هنكمل شغل كده ونشوف هنعمل ايه بعد كده. بص انا كده عملت رحلتين على اندرايفر ورا بعض. رحلتين ب120، رحلة كانت من التجمع للفسطاط، ورحلة من الفسطاط للتجمع. يعني سبحان الله، نزلت الرحلة دي لقيت الرحلة دي نفس السعر. دي كانت تقريبا 30 كيلو،
ودي 23 كيلو. طبعا فرق في الكيلوهات ما بين دي ودي، بس طبعا على حسب ما عرفت اتفاوض مع العميل ده والعميل ده. طبعا ده عليت عليه لحد 150 ما قبلش، فما عرفتش اخدها غير 120. ده كان حاططها بسعر كويس، بحطيت له 120، كان حاطط 100 حطيت له 120 قبل على طول. انا دلوقتي في كايرو فيستيفال والساعة الساعة 10، يعني ده ميعاد خروج الرحلات او خروج الناس او خروج المول يعني. فيعني بنسبة كبيرة جدا ان شاء الله هخرج من المول النهاردة الجمعة واجازات، فان شاء الله النهاردة اخرج من المول برحلة كويسة. بس دي حاطة خاتم المرسلين 179، فيعني مش عارف هي ممكن تكون حاطة اللوكيشن غلط، يعني راح على خاتم المرسلين اللي في المنيب ولا اللي في ترسا. ممكن كده اقبلها واسألها. فضلت تزود لحد 182 كمان. فكده او كده الرحلة يعني ب200 جنيه سعرها كويس جدا يعني. بص زي ما قلت لك، طلع ان هم حاطين اللوكيشن، بص في حتة تانية حاطينه هنا اللي هي في عند الكنيسة والكلام ده. لا هم رايحين خاتم المرسلين اللي هو في الهرم عادي اللي هو ده. طبعا لو حد مش عارف هيتلخبط وكان ممكن يوديهم مكان تاني، انما انا عشان عارف سألتها قالت لي خاتم المرسلين اللي هو في الهرم. قلت لها تمام عارفه، بس خلي بالك ان انت حاطه اللوكيشن غلط، عشان كده ما كانش حد عاوز يقبل الرحلة بتاعتك، لدرجة ان هي حطت فيها 182 جنيه وهي الرحلة اصلا ما تكملش 30 كيلو. فبجد درايفر يعني عليه لقطات كده بصراحة حلوة، يعني لما يكونش في كباتن بتخطف تعرف تاخد منه رحلة احسن من اي برنامج تاني. بص في رحلة كده خدتها في اوبر، رحلة صغيرة بس بريت عالي، بس دي مش هنحسبها في الرحلات، مش هنحسبها في الرحلات الطويلة. فانت لازم تكون عارف ان احنا كده مشينا 200 كيلو كده. انا مشيت 200 كيلو لحد دلوقتي علشان هنحسب عليهم الرحلات الطويلة اللي احنا عملناها، انما الرحلة اللي انا عاملها دلوقتي دي كده مش محسوبة من ضمن الشغل بتاع النهاردة اللي هو على الرحلات الطويلة، لان الرحلة ديت تقريبا 17 دقيقة، كان تقريبا 10 كيلو حاجة زي كده ب100 جنيه. فان انا احسبها من ضمن الرحلات الطويلة اللي احنا عملناها كده يبقى احنا الفيديو بتاعنا مش هيبقى مظبوط. انا برضو حبيتك اعرفك المعلومة دي علشان تبقى معايا خطوة بخطوة. خلص الرحلة واقول لكم انا عملت كام من ال200 كيلو دول. تعال بص بقى ايه الحلويات والمقتولات والمطروشات والمفروشات بتاعت اوبر، يعني حاجات كده ايه ما بتحصلش غير مرة في السنة. تعال بص الرحلة دي، بص يا سيدي، رحلة 5 كيلو في ربع ساعة، صفي لك كام؟ 100 جنيه. لا والمفاجأة بقى كام؟ المفاجأة الكبيرة بقى، العميل دافع كام؟ 167 جنيه. العميل كان عليه 20 جنيه فلوس قد كده، واخدين 66 جنيه نسبة. 66 جنيه نسبة يا ولاد اللذينة، منكم لله. بس اللي عايز اوصلك ان الرحلة يعني لذيذة، يعني حاجات كده ايه ما بتحصلش كتير. تعالى بقى كده ايه نحسب احنا النهارده عملنا كام في ال200 كيلو اللي احنا مشيناهم. طبعا لو انت بتتفرج على اخر حته في الفيديو علشان تعرف انا عملت كام، فانت مش هتفهم حاجه، لان التفاصيل كلها جوه الفيديو، المفيد كله جوه الفيديو. فلو انت بتتفرج على اخر حته انت كده يعني اكنك ايه بتنط السلم كده مره واحده. طب ما انت ما فهمتش ايه اللي حصل، ولا احنا جبنا الفلوس دي ازاي، ولا عملنا ايه، ولا ايه التفاصيل. هو انا بعمل الفيديوهات دي كلها علشان يعني تعرف انت بقى ايه الاحداث اللي بتحصل وتستفيد من الرحله ديت، تستفيد من الرحله دي، تشوف يعني تشوف الشغل بيبقى عامل ازاي. انما انت تشوف صافي اللي انا عملته كام وخلاص على كده، يبقى انت كده ما استفدتش اي حاجه من الفيديو. طيب تعالى بقى نشوف كده ايه ال200 كيلو احنا مشينا في اندرايفر 422 كده. معنى كده عملنا 3 رحلات، معنى كده ان احنا كام صافي لينا بعد النسبه؟ تقريبا 380 جنيه. طيب وعندك اوبر، قلنا في رحله خدناها بره البرنامج اللي هو العميل قال لنا كنسلوها وهحاسبك عليها، دي كانت عامله 165. وعندك 120، سيبك من ال100 اللي احنا عملناها اللي لسه الرحله الصغيره دي، لا انا هحسب لك الرحلات طويله بس.
عملنا رحله ب 120 ورحله تانية ب 165. طيب نيجي البرنامج دي الرحله دي خدتها امبارح بالليل، مش محسوبه معانا. الرحله اللي هي ب 157 دي اللي اتعملت النهارده الجمعه يوم 9 اهو، يبقى كل مجموع كل البرامج ديت بالظبط او تقريبا 820 جنيه. 820 جنيه في 200 كيلو. اللقطه بقى مش في كام كيلو، على قد اللقطه اللي انا الرحلات الطويله بصراحه مريحاني. يعني ما حسيت ان انا ما عملتش رحلات كتير، ما روحتش العملاء كتير، ما ده ما ركبش ونزلت دوت وركبت ده ونزلت ده. فحسيت ان انا الشغل كان على الرايق طبعا، واللي ساعدني النهارده الجمعه والشوارع كانت فاضيه. فتجربتي بصراحه على الرحلات الطويله يعني ممتازه، ما عجبتني جدا يعني، رغم ان انا من الناس اللي هي بتشتغل على الرحلات الصغيره. بس برضو هنعمل رحله او نعمل فيديو على الرحلات الصغيره ونشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي، ونعرف ساعتها نقارن ما بين اليوم ده واليوم التاني. طبعا اوعى تنسى تقفل الفيديو قبل ما تدوس لايك وتشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش معايا، لان في محتوى جامد جدا جاي ان شاء الله. السلام عليكم.